السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انتوا كل ما تيجي تتكلمي مع جوزك يحسسك انه مش سامع او يرد بكلمة ونص ويكمل في الموبايل، تعالى اقولك تعملي ايه. تخليه هو اللي يفتح قلبه ويحكي لك، وازاي تطلبي اللي انت عايزاه وتخليه هو اللي يقولك من عيون. خليني اقولك مثال بسيط قوي كده. لو معانا حقنة وعايزين نديها لحد، لو قلنا له شايف الحقنة دي انت هتاخدها، وركه هيقف وهيغمى عليه قبل ما ياخد الحقنة. وفي واحد هو نفس الشخص هنديله الحقنه بس بالراحه كده ومن غير ما يشوف، ادينا له الحقنه هيقول لك هي خلصتي خدت الحقنه ولا لسه؟ لا ده انا خلصت لك، انت خدت الحقنه من ساعتها. اهو نفس النظام. جوزك مش بيرفض طلباتك، هو بيرفض الطريقه اللي بتدخلي بيها. طريقتك مش حلوه في الدخله. خلي طريقتك في الكلام مش باسلوب الامر. قوم اعمل كذا، قوم صلح التلاجة، هات لنا كذا، عايزين كذا. يا حبيبتي بشويش، خليكي رقيقة وانت بتطلبي. ضروري تكوني عارفة مداخل جوزك. زي ما بنقول كده كل راجل وله مفتاح. لازم تعرفي مفتاح جوزك ايه، بيحب ايه، وتعمليه وتستغليه في اللحظة دي من غير ما يحس. هتيجي واحدة وتقول لي انا واخداها قفل وماليش مفتاح. دوري على مفتاحه، خليكي ذكية، اخترعي له مفتاح. المهم الراجل مش دايما جاهز يسمع او ينفذ اللي انت عايزاه، حتى لو انت مش طالبه حاجه كبيره قوي. طيب الحل ايه؟ 3 خطوات. الخطوه الاولى، اختاري الوقت المناسب. يعني ما ينفعش تطلبي منه او تكلميه في حوارات وهو راجع لسه من الشغل، كده غلط. الراجل راجع تعبان وجعان. الاول حطوله ياكل واقعدي جنبه وهو بياكل ودردشي في الحاجات الحلوه اللي تفتح النفس واضحكي. يا سلام على الاحساس ده، حاجه تفتح النفس. وما تزعيش للولاد وتجري تطلب من الطلب وانت مهيبره، تبقيش في نفس اللحظه وانت متعصبه كده مع اولادك. وما تروحليش وهو بيتفرج على ماتش، لا هيسمعك ولا هيشوفك، هو مركز في الماتش خلاص. الحاجه التانية بقى، روقي عليه. ابسط شيء كوبايه شاي مع حته كيكه، واي حاجه حلوه انت عاملاها، المهم ما تدخليش بايدك فاضيه. وبعد كده بقى اطلبي اللي انت عايزاه. لو خروجه، بصي يا حبيبي انا كنت بفكر نروح مشوار كده مع بعض، اهو منه نغير جو كمان. والله بقى انا بموت في المشي معاك، بحس بمتعه كده، ببقى فرحانه وفخوره بيك كده انك ماشي جنبي. الفايده بقى في الكلمتين اللي في الاخر دول، هينسوه صعوبه الطلب اللي انت قلت عليه. وبكده دخلنا على الخطوه الثالثه. اثني عليه وسمعيه كلام حلو كتير، وحسسيه ان انت انثى في البيت. قولي والله ما انا عارفه انا كنت هعمل ايه من غيرك، لولا انت عليا ربنا يخليك ليا. الانسان بطبيعته بيحب اللي يثنى عليه ويفكره دايما بالمواقف الكويسه. كل ما تقولي له انت عملت لنا حاجات حلوه كتير وتثنى عليه، يزيد اكتر في الحاجات الحلوه. كل ما تنكري كل ما مش هيديكي خالص. اطلبي الحاجه بحنيه وخليكي رايق. الراجل ما بيحبش اسلوب الامر، ومفيش راجل بيقاوم حنيه ست. هتمشيه زي ما انت عايزه، بس اصبري، الموضوع بياخد وقت شويه عبل ما يتأقلم كده. مرة ومرتين هيبقى زي ما انت عايز. اوقات بنشوف كلام بسيط لكن بيعمل فرق كبير في حياة حد. لو الفيديو ده فيه المعنى ده شاركيه مع اللي بيهمك امرهم، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.